واخيرا انا عرفت اللي احنا كنا بنجيبه واحنا صغيرين ده ايه، عبارة عن ايه. كنا واحنا صغيرين بنروح نشتري كيس بجنيه كده من عند الست اللي كانت بتقعد قدام المدرسة، وكنا نقعد ناكله، وكان يقعد يحمر ايدينا ولساننا، كنا عيال تافهين بقى يعني وكده. فمن قريب جدا وانا على اليوتيوب وكده شفت بصراحة مطبخ العالم وليلي كانت عاملاه، وعرفت اخيرا ان هو عبارة عن ايه يعني. فقلت اقول لكم اللي هو مطبخ العيلة ده. شفت الوصفة دي عندها بصراحة يعني مش انا في افتكاسة ولا حاجة، واخيرا عرفت ان هو كان كركري وهم بيضحكوا علينا. فقلت يلا نجربه مع بعض ونشوف فعلا الفكرة حلوة ولا لا. وبصراحة الفكرة طلعت هنشوفها في الاخر. جبت كركريه كنا جايبينه كده من عند العطار، نوع كركريه كويس، اهم حاجه يكون نوع كويس لانه هو كام نوع يعني. بصراحه انت ممكن تغسليه وتسيبيه ينشف وكده، انا بصراحه ما غسلتوش يعني لانه هو بصراحه نوعيه الكركريه دي كانت كويس. فخديه بقى في المطحنه بتاعه الخلاط كده، وقومي جايه ايه طحناه حبه حبه. بصوا الورقه بتاعتي جميله ورايقه كده، مش عليها عفار ولا اي حاجه. انتي بقى حابه ان انتي تغسليه وتنشفيه او تحمصيه او كده، دي حاجه ترجع. المهم عملت كل الكميه اللي كانت معايا، وقمت جايه مصفيها بالمصفى، وقمت جايه واخده المصفى كده وايه. والحبه الاخرى الخشنين اللي هيبقوا دول مش هرميهم خالص، هعملهم برضه ابلهم وهعملهم عصير واشربهم انا عادي، مش لازم نشربه في رمضان بس يعني. كنت كل ما اصفي شويه بقوم جايه واخده الحبه اللي باقيين بحيث ان هما ينعموا ونجيبوا اخرهم يعني. المهم طبعا اعملي الكميه اللي انت عاوزاها. انا بصراحه ما كنتش عامله حسابي ان انا اصلا هعمل الوصفه دي، وكده كده الكركريه ده كان عندي اصلا. فانا ايه عملتهم يعني. فهنعملها بصراحه وهتطلع معانا النتيجه هنشوفها في الاخر زي ما اتفقنا. كنت باخد حبه حبه على قد المطحنه بتاعتي كده. طبعا حضري عشان رمضان، الناس بتحب العناب ده في رمضان. عن نفسي برضو جوزي بيحبه، بس بيحبه ساقع جدا يعني. في ناس بتشربه سخن وفي ناس بتعمله ساقع. بنجيبه كده وبنغليه على البوتاجاز ونشربه سخن. الكلام ده بنكون في الشتاء. في الصيف طبعا بنعمله ونسقعه ونشربه زي العصاير كده. هو حلو اصلا ومفيد. في تقريبا هو ساقع بيهدي الضغط، وهو سخن بيعلي. بصوا حاجه كده يعني بلاش افتي فيها عشان ما اذيش حد، بس هو فعلا حلو للضغط يعني، سيان عالي او واطي وكده كده حلو كده. بقى انا عملت كله لحد ما عملت كوبايه كده، عيرتها بالمج. حط عليه بقى كوبايتين 2 سكر. انا حطيت كوبايه ونص، بس انت حطي كوبايتين، ولو عايزه تكتري اكتر من كده سكر حطي. كده بقى معاكي العناب اللي بنجيبه ايه من اي مكان يعني وكده، وبيكون معايا سريع وكده، بيكون معايا سريع يعني. في بقى خطوه كمان هنعملها، بس انا السكر بتاعي خشن عشان كده هو باين، انما السكر لو ناعم ما كانش هيبان اصلا من وسط العناب ده او الكركدي ده. بصي بقى لو عندك بخاخه بتاعه مطبخ، بخي كده كام بخه على العناب بتاعك، بحس ان هو ايه يرطب كده ويكون معاكي كده يعمل شكل المبلل كده، شكل الرمله المبلوله شويه كده. ما تكتريش قوي عشان ما مش يعني، خليكي بسيطه، رشي رشات بسيطه. وبعدين بقى هاتي كوبايه وجربيها في الوقت ده. بقى لو انت عاوزه تستكفي بالسكر كده تستكفي بيه، مش عاوزه تستكفي بيه وتزودي سكر طبعا ده حاجه حسب رغبتك يعني. السكر والملح ده بيبقى على حسب الرغبه. المهم هوريكم تيست معايا هوريكم تيست حالا يعني. عايزه اقول لكم ان المعلقه دي كتيره جدا على الكوبايه، انا ما كنتش اعرف. انا حطيت المعلقه ومفكره ان هي تبقى حلوه على الكوبايه، لقيتها فعلا كبير. في بس حاجه وانت بتعمليه لما تيجي تعمليه مصفى ضيقه جدا جدا وصفيه بيها، لان انا المصفى اللي عندي كانت واسعه. ممكن منخل صغير، ممكن شاشه انت بتستعمليها في المطبخ، لان الحبه اللي بقوا خشنين دول انا خدتهم حطيت عليهم ميه وبالفعل صفتهم بالشاشه، لقيتهم فعلا في فرق كبير يعني، لان المصفى دي واسعه ورخمه. حط عليه بقى مكعبين تلج واشربيه بألف هنا وشفا. عاوزه تزودي عليه سكر زودي، مش عاوزه تزودي براحتك. هقول لكم بقى نخزنه ازاي. ده انا الهبله كنت بصور، كنت باخد الصورة بتاعت اهو بوريك شكله عامل ازاي. السكر بتاعي بقى لو ناعم لدرجة ان انا فكرت ان انا اطحنه تاني بالسكر بتاعه، بس ما رضيتش. انما ده سكر تموين عشان كده هو خشن شوية.
بصي بقى ممكن تحطيه في اكياس من بتاعه الخزين، كيس لبن عادي، كيس من اللي بتسكي اللي هو المسكي الجاهز ده شغال. انا بقى عملته كده عشان اوريهولك. وممكن تحتفظي بيه كده بقى في اي مكان انت بتحتفظي بيه فيه وكده. انما انا حطيته في قلب البرطمان ده، كان بتاع مربى عندي مغسول ونضيف وكويس، وغطيته وسيبته كده واحتفظت بيه في التلاجة. وكل سنه وانتم طيبين.